القصة هي ناقلة صور الحياة المختلفة عبر الأجيال، شكلت أداة للتسلية حينا، وألقت إضاءات على سير وحياة الناس والمجتمعات حينا آخر، حتى تحولت إلى فن راق قائم بذاته. وفي هذه الفسحة في منتدى هيب الثقافي نتحاور مع القاص خورشيد أحمد حول القصة وكتابتها من خلال تجربته القصصية. فأهلا بكم. الإخلاص للبيئة هل يعني الخضوع لها أم محاولة السير بها إلى مسافات حضارية أخرى؟ بالتأكيد السير بها إلى مسافات حضارية أخرى، ولكن الانطلاق منها أولا الإخلاص لها. فهناك الكثير من الأعمال نتيجة إخلاصها لبيئتها طرقت أبواب العالمية. نعم. وما الذي يميز القصة عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى من حيث الانتشار والتأثير؟ بشكل عام يعني القصة أحد الأجناس النثرية كما الرواية. طبعا كما قلت يعني الأدب عموما سواء كانت قصة أو شعر أو رواية، أشرنا إلى مقولة محمود درويش أن لها فاعلية جمالية وفاعلية اجتماعية. طبعا لها تأثيراتها، بس كما قلت يعني هذه الفاعلية ربما تكون بطيئة. يعني فعل هو يعني هي ميزة للفعل الثقافي بشكل عام، أن هو فعل تراكمي ينضج القضايا. فمقولة شيخوف بهذا الصدد معروفة تماما، كيف أن الأدب له أن يستشرف الآفاق، وكيف له أن يتنبأ بالكثير من القضايا التي أحيانا قد تغيب عن عين حتى السياسي المعني بشؤون الثورة. أو فتشيخوف قبل ثورة 1905 كان يضع أذنه على الأرض ويقول أنني أسمع هديرا من باطن الأرض الروسية. وبعدها بسنوات قليلة قامت ثورة 1900، بمعنى أن الأديب هو كاشف قبل غيره لتناقضات التي تعتمل في المجتمع أو في العمق الاجتماعي. هو يرى ما لا يراه الآخرين، ومن هنا الحديث عن رهافة الحس والرؤية لدى الكاتب بشكل عام، سواء كان كاتب قصة أو كاتب رواية أو كاتب شعر. هناك أنواع من القصة القصيرة جدا، والقصة القصيرة، والقصة الطويلة، وهكذا. لماذا هذا التصنيف؟ وهل ذلك أضاف لبنائها الداخلي والشكلي حسنات ما؟ على العموم على مستوى الشكل، وهناك دائما شيء من الصرعات، يعني ليس فقط في مجال القصة يمكن الحديث عنها، في مجال الشعر كما تعلم هناك الشعر التقليدي الموزون، وهناك شعر التفعيلة، وهناك قصيدة النصر، واللي كان على مدار سنوات طويلة، والشعر الحر. والمهم هذه التسميات. عموما نحن أنا شخصيا يعني مع القصة كقصة، سواء كانت قصة قصيرة جدا أو قصة متوسطة الطول أو قصة طويلة، إذ أن القصة تثبت جدارتها من خلال فعاليتها الفنية، ومن خلال انتمائها إلى الأدب أولا وقبل كل شيء. لذلك قد نجد أن هناك قصة تنتمي إلى مثلا أنا في هذا الكتاب، في كتابي القصة الكردية في سوريا، ترجمت قصة لجلادة بدر خان، وهذه القصة قصة جميلة جدا عنوانها عتاب خنجري، لأنني رأيت في هذه القصة من حيث فنيتها ومن حيث أيضا المضمون والمعالجة الفنية لهذا المضمون، رأيت هذه القصة وكأنما كتبت الآن وبقلم قاص بارع، علما أن القصة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. فلذلك يعني هذه التصنيفات أعتقد أنها يعني ليست ذات شأن، لأن المحدد الأساسي للقصة الناجحة هو فنية هذه القصة، وأيضا مضمون هذه القصة، وقضية ترابط الشكل أو جدلية الشكل
المضمون، المعالجة الفنية لشخصيات القصة، التعامل مع الزمن، التعامل مع يعني هذه القضايا كلها تساهم في إعطاء الهندسة المعمارية كما يقال للبناء الأدبي بشكل عام. وأي نوع منها مارسته أنت؟ أنا الحقيقة يعني كتبت القصة التي أعرفها أنا، القصة التي من المفترض، القصة القصيرة طبعا، اللي من المفترض أن تكون من خصوصياتها أو من أحد الدعائم التي تقام عليها هذه القصة مسألة التكثيف والاقتصاد اللغوي. ربما في نصران ومسافات أخرى هناك بعض القصص خرجت عن هذا. لماذا؟ لأنها أولا كانت التجربة الأولى لي في الكتابة، وأحيانا قد تكون هناك مثلا فكرة لها علاقة بذات الكاتب نفسه أو تجربة حياتية تخص الكاتب، فيمكن لهذه القضايا أن تفرض أثناء الكتابة تفرض نفسها على الكاتب، وبالتالي من الوجهة الفنية قد لا يكون لها يعني أي مقوم يساهم في نجاح القصة. إلى أي مدى تقوم القصة بوظيفة التوثيق للظرف الاجتماعي كما ترى؟ على كل الفن بشكل عام كما قلت يعني بفترة من الفترات في فرنسا يمكن قراءة الصراعات الاجتماعية في عهد بلزاك من خلال العودة إلى روايات الكاتب الفرنسي الشهير بلزاك. ولكن التوثيق ليس بمفهوم أننا كما يعني المادة التاريخية التي تضع الأشياء كما تقع في الواقع، الحوادث كما تقع في الواقع، وإنما هناك يعني انطلاق من بعض هذه الحوادث عبر إنشاء عالم متخيل، عالم له جذر في الواقع ولكن مختلف بنفس الوقت عن هذا الواقع. حتى أن بعض النقاد الحديثين يقولون أن ليس هناك شخصية لها مرجعية اجتماعية، وإنما كل الشخصيات هي شخصيات من ورق. طبعا أنا لست مع هذا الطرح. المهم البعض يفهم الشخصية القصصية بهذا الشكل ليبعدها عن مرجعيتها الواقعية. أنا أقول على العكس تماما، الشخصيات والوقائع، ولكن ليس بطريقة الريبورتاج يعني الواقعية السطحية أو الواقعية المباشرة، وإنما إعادة إنتاج الواقع بالاستناد إلى حوادث لها علاقة بهذا الواقع أو جذرها في هذا الواقع. القصة محاكاة لحياة الناس، هل من الممكن من خلالها تقبيح أو تجميل صورة مجتمع ما؟ القصة والفن بشكل عام له رسالة إنسانية، وأحد وظائفه هو تكريس قيم الجمال، إلا أن الفن عموما عندما يجد نفسه في مواجهة القبح ومواجهة القمع ومواجهة بعض السلطات الغاشمة يغدو ربما من وظيفته أيضا تقبيح أفعال هذه الطبقات، سواء كانت الطبقات أو الأنظمة أو الطغاة كما أشرنا سابقا. وأعتقد أن بعض التجارب العالمية في هذا يعني لعبت دورا في مثل هذا التقبيح، كما فعلت روايات ماركيز مثلا من خلال تهكمها من الجنرالات في أمريكا اللاتينية والوقوف على ضعف هذه الجنرالات وخوائها الذاتي. أعود معك إلى شكل القصة. أنت كقاص كيف تفصله على روح القصة؟ أم إنها تفرض شكلها عليه؟ بشكل عام يعني شكل القصة يجب أن يكون متوائما مع مضمون هذه القصة. بالتأكيد ليست القصص في تجربة قاص ما تأخذ شكلا واحدا، وإنما أيضا تتعدد الأشكال، لكن من الضرورة بمكان أن يكون هناك دائما شكلا من أشكال العناق ما بين الشكل والمضمون. وهذا سر نجاح هذه المعادلة، هو سر نجاح الكاتب في المعالجة الفنية لبعض الموضوعات القصصية. إذ يغدو الأمر عند البعض أنه طبعا وهذا وهم
أن ينظر إلى القصة ونجاح القصة بأهمية مضمون هذه القصة، فليس كل مضمون هو يقف خلف نجاح القصة. الكثيرون مثلا يتصدى من خلال طبعا وبحسن النوايا لموضوعات كبيرة لها علاقة مثلا بقيمة الحرية، بالاستقلال، مثلا كما في التجربة الفلسطينية بموضوع الانتفاضة، لكن هذا الفعل قد يكون على أرض الواقع أكثر أهمية بكثير، ودائما هو أكثر أهمية بكثير من هذه القصة التي أحيانا قد تسيء إلى المضمون من خلال الشكل الذي تتناول به أو من خلاله هذا المضمون الهام اجتماعيا وسياسيا. إذن للممكن أن تسقط قصة لسقوطها الشكلي. بالتأكيد. وفي المضمون التفاصيل في القصة، هل هي إضافة لها أم إساءة؟ وما تأثيراتها بالمجمل على القارئ؟ التفاصيل أنا أعتقد طبيعة القصة القصيرة الآن يعني هو موضوع حديثنا الآن لا تحتمل التفاصيل الزائدة ولا تحتمل الاستطرادات ولا كما قلت يعني واحدة من ميزات القصة القصيرة أنا شخصيا أنظر إليها كجدار، يجب أن تنظر إلى هذا الجدار إذا كان هناك إمكانية مثلا أن تخلع بلوك من هذا الجدار دون أن يؤثر على المنظر العام للجدار، فيكون هذا البلوك بمعنى دون وظيفة وزائدا عن الحاجة. أيضا في القصة إذا كان هناك بعض الأفكار بعض الاستطرادات التي لا تخدم بؤرة الحدث ولا تضيف إليه شيء يمكن الاستغناء عنها بكل معنى. القصة ليست كالرواية، لا تحتمل مثلا تعدد الشخوص كثيرا، لا تحتمل الجمل الزائدة، قدر الإمكان يجب أن تكون مكثفة جدا. ومن هنا كان يعني لجوء البعض إلى ما سمي بالقصة القصيرة جدا، حيث يكتفى أحيانا بمجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل أو قصص لا تتعدى صفحة أو أقل. يعني طبيعة القصة القصيرة كما قلت طبيعة يجب أن تكون مختزلة جدا مكثفة جدا، هناك اقتصاد لغوي لأن هذا الجنس الأدبي لا يحتمل مثل هذه الإطالات والاستطرادات. هل توافق على معالجة القصصية بروح الشعر؟ هناك دائما يعني استفادة لأي جنس أدبي من أجناس أدبية أخرى. القصة القصيرة بشكل عام استفادت من المسرح من خلال الحوار، استفادت من الشعر من خلال اللغة والتحليق اللغوي في القصة. طبعا أنا لست من أنصار أن توضع يعني أو نستخدم المساطر في ترسيم الحدود الفاصلة بين جنس أدبي وجنس أدبي آخر، ولكن تبقى القصة دائما تعبر عن ذاتها من خلال انتمائها إلى القصة القصيرة وليس أي جنس آخر. أحيانا نقرأ قصة غارقة في التفاصيل حد ضياع الخط العام، كيف نوازن بين هذه التفاصيل ورسالة القصة بالنهاية؟ القصة كما قلت لا تحتمل هذه التفاصيل الزائدة. على القاص إذا ما أراد لقصته أن تكون قصة فنية ناجحة أن يركز على حدث ربما محوري أو فكرة محورية في أو ربما حالة مثلا حالة ما يعني لا تستدعي مطلقا أن تكون هناك يعني تفاصيل زائدة، وإلا طبعا ستكون هناك إساءة إلى جوهر القصة وبنائها العام. وهل قصصك مسبقة التفكير بها أم أنها بنات لحظة إلهام كالشعر مثلا؟ أعتقد يعني هناك قصص يعني أحداثها أو فكرة القصة العامة شغلتني كثيرا، يعني هي تتبادر إلى الذهن من خلال ملاحظة، قد تكون هذه الملاحظة على علاقة بحدث أراه في الشارع أو في مثلا مؤسسة أو في تجمع عام. حتى أحيانا المعالجة الفنية وتشابك الخيوط يمكن أن تدوم أيام وأيام إلى أن تصل إلى درجة هي تفرض نفسها، بمعنى أو هي تقول لك أنني وصلت إلى درجة الاختمار، وبالتالي عندها لا يمكن إلا أن تجلس على الكرسي
وأنا بالنسبة لي حتى طاولة يمكن ما في للكتابة، يمكن أن تضع كما كنا نفعل ونحن صغار، أن تضع مخدة تحت صدرك وتنبط على الأرض لتكتب قصة، لأن يعني هي تفرض وقتها ضرورة كتابة القصة. وأيهما تفضل، قصة من الواقع الصرف أم قصة من بنات مخيلتك تماما؟ قصة من الواقع كما قلت، يعني لا يمكن، يعني حتى إذا ادعى أحدهم أنه يكتب قصة خيالية، هذا الخيال يعني لا يصنع في معمل خاص بهذا الأديب، يعني هذا الذي يعطي هذا الخيال هو الواقع، أو ربما امتدادات هذا الواقع وانعكاسات. يعني أنا لا أستطيع يعني أن أقول هناك قصة واقعية صرفة، يعني وقتها ستتحول إلى كما قلنا الريبورتاج أو تصوير فوتوكوبي عن الواقع تماما. يعني كما قلت الجزر موجود في الواقع، بحاجة إلى خيال، بحاجة إلى معالجة. أما الخيال بماذا؟ إذا كان القصة خيالية، يعني القصة الخيالية كما مثلا في قصص ألف ليلة وليلة أو في بعض الأفلام، ماذا يمكن أن تقدم لنا مثل هذه القصة؟ يعني هي قصة بتقديري يعني ستكون قصة ساقطة. طبعا ليست هناك قصة، يعني من خلال تجربتي لا يكون للخيال حضور في هذه القصة، سواء في التعامل مع الشخصيات، مع البيئة، مع الفكرة، هذه كلها يعني تدخل في باب المعالجة الفنية. وإلا كان يعني معظم الناس من خلال تسجيلهم لبعض حوادث الواقع كانوا قصاصين وكانوا فنانين. أستاذ خورشيد، كتاب القصة والرواة هم الأكثر شهرة في العالم بالمجمل على مستوى العالم، وعندنا الشعراء لهم السبق والصيت، ما السبب في ذلك برأيك؟ أعتقد ليس فقط عندنا، إذا كنت تقصد يعني في المجتمع الكردي، أيضا في المجتمعات العربية كان هناك سبقا للشعر على الرواية مثلا، يعني على الأجناس الأدبية النثرية، سواء الرواية أو القصة. طبعا هذا يحال على طبيعة المجتمعات التي تنتج هذا الفن، كما لا يخفى على أحد أن الشعر له علاقة بذات الكاتب نفسه، يعني على الأغلب قد يكون تجربة شخصية. أما الرواية كما يقال في التاريخ ملحمة المجتمع البرجوازي، وبالتالي شكل الجنس الأدبي وطبيعته له علاقة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحصل في مجتمع ما. يعني لا يمكن أن يكون هناك مجتمعا قبليا أو مجتمعا بدويا ينتج رواية لها علاقة مثلا بمجتمعات الصناعية وتعقيدات هذه المجتمعات كما حدثت في الدول الرأسمالية. لذلك هذه الأجناس لها علاقة بالمجتمعات المتحضرة أساسا، وتحديدا الرواية هي بنت المجتمعات الأوروبية وبنت الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا. نحن في المنطقة عموما يعني عندما يراد التأريخ مثلا الرواية السورية، هناك عودة إلى منتصف الثلاثينات مثلا، وبعضهم حتى في الخمسينات. يعني هناك اختلاف بين النقاد أنفسهم أن الرواية تعود إلى مثلا الثلاثينات وبعضهم يقول إلى الخمسينات. هذا التأخر إذن له علاقة بطبيعة المجتمع. فالمجتمعات الزراعية، المجتمعات البدائية كان فيها السبق للشعر، ويمكن الإشارة إلى المجتمعات العربية وأيضا المجتمع الكردي. فالناقد الأرمني أبو فيان يتحدث عن الأكراد ويقول عنهم الأكراد كلهم شعراء، لكن لا أحد قال عن الأكراد أنهم روائيون. والآن هناك جدل فيما إذا كانت هناك رواية كردية بالمفهوم الفني للرواية أم لا، وحتى القصة الكردية إذا كانت موجودة أم لا. يعني هي إنتاج مراحل متأخرة من تطور المجتمع الكردي. والرواية المصرية بدأت مثلا في بدايات القرن العشرين برواية زينب لمحمد حسين هيكل. يعني
حتى في المجتمعات العربية كان طبعا القصة والرواية كان متأخرة زمنيا عن الشعر. وهل هناك سبب آخر متعلق بكبت الذات الكردية لذلك نرى اللجوء الفرد الكردي إلى الشعر إلى هذه الذاتية أكثر؟ ربما لأن الرواية والقصة تعكس أحيانا الكثير من الصراعات الاجتماعية في المجتمع. ربما يعني هذا الصراع بين القوى الكردية المتطلعة إلى إثبات وجودها في معظم دول المنطقة حيث التواجد الكردي كانت تصطدم بشيء من هذا الكبت الذي تتحدث عنه أو هذا الضغط. أما الشعر فيمكن طبعا هو حر من كل تراثه سواء الشعري والغنائي وممارسة فلوكلور وممارسة الطقوس، جميع هذه القضايا كانت ممنوعة للأسف يعني. لكن على مستوى الرواية والقصة ربما يكون سببا إضافيا، لكن أنا أعتقد أن العامل الأساس هو طبيعة هذا المجتمع الذي ما زال إلى هذه اللحظة أوساط كثيرة منه يعني هي مجتمعات زراعية ومجتمعات إلى حد ما غير صناعية، لم تدخل فيها العلاقات الرأسمالية كما يجب، لأنه كما قلنا أن الرواية بشكل خاص وأيضا القصة القصيرة هي بنت هذا الوسط الاجتماعي الذي له علاقة بنمو العلاقات الرأسمالية في المجتمعات. وفي محور آخر أنت مكثر بالكتابة باللغة العربية، ولكن هل كتبت شيئا باللغة الكردية؟ الحقيقة أنا يعني أخالفك في أنني مكثر باللغة العربية. طبعا كل نتاجاتي التي طبعت هي باللغة العربية، لكن إذا يعني على امتداد الفترة التي أكتب فيها صدرت 4 كتب إلى الآن، أنا أعتبرها أنني مقل أيضا في الكتابة. وربما هذا يعني الإقلال في الكتابة أو هذا العدد القليل من المجموعات التي صدرت أو الكتب التي صدرت خلال هذه الفترة الزمنية، يعني كانت لي هناك انشغالات أخرى، ربما وضعي الاجتماعي، انشغالي بالسياسة، ربما أحيانا أكثر من يعني التي كانت تستغرق حقيقة جل وقتي الذي كان لو صرف على الكتابة الإبداعية بالتأكيد لكانت هناك مجاميع أخرى وكتب أخرى. فعلى مستوى الكتابة باللغة الكردية لقائي مع الكتابة باللغة الكردية كان متأخرا نوعا ما، وهذا حال الكثيرين من كتاب القصة باللغة الكردية. وأعتقد أن العوامل أو الأسباب التي ساهمت في هذا التأخر من كتابتنا نحن الجميع باللغة الكردية واضحة ومعروفة لدى الكل. كان هناك شيء من المنع للكتاب بهذه اللغة، لم تكن هناك تقاليد كتابية قصصية على مستوى الكتابة القصصية سابقة لتجربتنا الكتابية في مجال القصة باللغة الكردية. لم تكن هناك مؤسسات يمكن لها أن ترعى مثل هذه الاهتمامات وهذه الانشغالات بالقصة الكردية، وبالتالي جاء هذا اللقاء كما قلت متأخرا على مستوى الكتابة باللغة الكردية. أنا الآن أكتب القصة الكردية، وأحيانا إذا ما أردت أن أعبر عن بعض اللواعج الذاتية التي أحيانا تعتمل في نفسي قد أعبر عنها بقصيدة باللغة الكردية. وكيف تجد تجاوب باللغة الكردية مع مخيلتك القصصية؟ بالتأكيد يعني هذا المدى الطويل من التعامل مع الكتابة باللغة العربية وحتى التفكير أحيانا باللغة العربية خلق ما يشبه أحيانا المعضلة، خصوصا في البدايات مع تجربة الكتابة باللغة الكردية، لأنه أحيانا أنت تتعامل مع لغة، طبعا نحن نتحدث عن اللغة الأدبية، أنت تتعامل مع لغة هي حقيقة جديدة
بمعنى من المعاني عليك على مستوى تجربة الكتابة. قد أحيانا نتيجة كما قلت مدى طويل من الكتابة باللغة العربية تفرض اللغة العربية بعض الحالات أو بعض الصور على المخيلة شيء مما ورثته من كتابتك باللغة العربية. وأحيانا قد تكون هذه الملاحظة ظاهرة في بعض القصص، وهذه يعني مشكلة عامة بالنسبة للكتاب الأكراد الذين بدأوا مؤخرا بالكتابة باللغة الكردية وكانت لهم سابق تجربة مع الكتابة باللغة العربية. قلنا أن القصة حاملة للموروث الاجتماعي من جيل إلى جيل. هل لعبت القصة الكردية قديما وحديثا هذا الدور؟ بالتأكيد هناك يعني القصة الكردية كما قلت لك يعني هناك اختلاف الآن بين طبعا ليس لدينا نقاد بالمعنى الحرفي للكلمة، هناك اختلاف فيما إذا كانت هناك قصة كردية أم لا، لكن القصة الكردية بالتأكيد استفادت من هذا التراث. وأنا يعني في هذه المناسبة أؤكد أن التراث الكردي تراث غني جدا، وأرضية الكتابة باللغة الكردية هي أرض بكر لم يحرثها أحد من قبلنا أو من قبل. بعض الأسماء التي يعني تكتب الآن في يعني باللغة الكردية، وبالتالي يمكن أن يكون هذا عاملا إضافيا. هذا الغنى يساهم في نجاح القصة الكردية بشكل جدا كبير يعني. فتجربة الكتابة مثلا على مستوى أمريكا اللاتينية أنتجت رواية غرائبية، رواية لها علاقة بواقع مجتمعي فيه الكثير من التقاليد والطقوس والخصوبة والغنى. أنا أعتقد أن الواقع الكردي يشبه إلى حد بعيد يظل من يستطيع الاستفادة من هذا الواقع بكل هذه التلاوين، بكل هذا الغنى، بكل هذا الثراء، للاستفادة منه في إنتاج كتابة فنية وتحديدا كتابة قصصية وروائية مستقبلا. وبرأيك هل استطاع القصاصين الكرد أن يلجوا عمق التراث الاجتماعي الكردي وينهلوا منه، أم بقوا إلى الآن على الأقل على هامش هذا التراث؟ يعني أعتقد أن يعني هناك افتراق يعني بين أو التمييز بين يعني مجموعة تجارب. يعني أحيانا مثلا يمكن الإشارة إلى بعض قصص عبد الحليم يوسف مثلا. هو استفاد مثلا في واحدة من قصصه مامو يعود إلى الحياة، استفاد من التراث الكردي المعروف بملحمة مموزين لأحمد خاني، ولكن أعطى هذه الملحمة أو هذه القصة عبر قصة قصيرة أعطاها بعدا راهنا وأيضا دلالات وإسقاطات على الواقع الراهن للأكراد. أما ربما آخرين لم يتعاملوا بهذا الشكل. بعضهم استحضر تجربة مثلا كاوى الحداد، البعض الآخر وظف بعض القضايا التي لها علاقة بالأساطير الكردية والملاحم الكردية، وحتى أحيانا بعض الحوادث يعني أو القصص التي نقلت شفاهيا، الحكاية الشعبية يعني. فهناك تفاوت يعني بين تجارب الكتاب الأكراد في توظيف هذا الموروث الكردي الغني. رحلتك طويلة مع كتابة القصة، هل تشعر أنه آن الأوان لتنتقل إلى كتابة جنس أدبي آخر كما يفعل الكثير من كتاب اليوم؟ قلت لك يعني قبل قليل أنني مشغول الآن بكتابة رواية، وطبعا يعني هذا الأمر ليس من باب القفز والتنقل من الكتابة يعني كتابة جنس أدبي واستبداله بجنس آخر. ربما هناك قضايا لا تسمح لي طبيعة القصة القصيرة بالتعبير عنها من خلال هذا الجسم، من خلال هذا الطوق الذي أحيانا أحس به أنه لا يعطيني كامل الحرية. الرواية فيها فضاء
أوسع، فيها إمكانية للبوح أكثر، هناك مساحة لرصد الزمن في الرواية، يمكن التعامل مع شخصيات متعددة. هذه المزايا التي تمنحها الرواية للمبدع قد لا تسمح بها طبيعة القصة القصيرة، وبالتالي يأتي هذا الانتقال، أنا أقول هو يعني انتقال موضوعي وليس من باب القفز وتبوء موقع بدلا عن موقع آخر. هذه الرواية متى ستصدر؟ لا أعلم، إلى أن أنتهي منها بشكل كامل. وكما قلت يعني حتى تجربتي في طباعة المجموعات القصصية، يعني لولا أحيانا تدخلات من أصدقاء ربما حتى هذه المجموعات لم تكن قد صدرت الآن يعني. وأخيرا لو كلمة تقولها لكتاب القصة الشباب. كتاب القصة الشباب، طبعا يعني أنا لست في موقع الواعظ، لكن من خلال مجموعة القصصية نصران ومسافات أخرى كانت باكورة أعمالي، وقد قدمتها للقاص المعروف وليد معماري لكتابة مقدمة لهذه المجموعة. الانطباع العام لدى وليد معماري عن هذه المجموعة كان سلبيا عن المجموعة، وطبعا كتبها في المقدمة. القائمين على طباعة كما قلت مجموعة مجلة آسو، أحدهم قال لي: ماذا تقول لو لم نطبع المقدمة مع المجموعة لأنه فيها آراء سلبية؟ فقلت له: المقدمة بدها تنزل كما هي دون حذف أي حرف. هذه رؤيته وهذا موقفه، علما أنه يشيد بقصص من المجموعة، لكن كان له بعض وشرحها لاحقا لي لماذا أخذ هذا الموقف العدائي، أو بررها بالشكل التالي: أنه أول تجربة فأنا قسيت عليك، بمعنى قسيت عليك لأنه هذه الطريق شاقة وطريق وعرة. علما الرجل يعني أعطى رأيه مثل ما يعني استقاها من قراءته للمجموعة. طبعا هذا الأمر لم يحزنني على الأطلاق ولم يشكل لي ردة فعل، بل بالعكس أنا استفدت من ملاحظاته في التجارب اللاحقة. يعني أنا أعتقد الأدباء الشباب لا كثير يعني يستعجلوا في طباعة أعمالهم ويستفيدوا من تجارب الآخرين ومن نصائحهم. أنا أستفيد من ملاحظات صغيرة لشخص زميل إلي قد لا يكون له أي علاقة بالنقد الأدبي أو حتى بالأدب، قد أستفيد منه في بعض القضايا. فلذلك يعني يجب أن يكون هؤلاء الأدباء يعني صدر واسع تماما لتقبل أي ملاحظة، لتقبل أي نقد. يعني جاءني أحدهم بمجموعة قصصية، وطبعا أردت أن أصحح له بالقلم الأحمر أخطاءه النحوية. تفاجأت على مدى 4-5 صفحات أن الصفحات كلها صارت حمراء، أصبحت حمراء. فقلت له: أخي، هذه المجموعة غير قابلة للنشر. تفاجأت بعد أقل من 3 أشهر أن هذه المجموعة نشرت، وللأسف كاتب لها مقدمة أحد الأشخاص الآن ارتحم، ليس له علاقة بعالم الأدب. لذلك أنا أنصحهم ألا يستعجلوا وأن يجهدوا على أنفسهم، بمعنى أن يتعبوا على أنفسهم. فلا يمكن لشخص إذا ما قرأ في اليوم 3 أو 4 أو 5 ساعات أن يكتب شيئا في المستقبل. القاص خورشيد أحمد، كنت معنا في هذه الساعة الشيقة، فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أعزائنا المستمعين، كنتم في منتدى هيب الثقافي مع القاص خورشيد أحمد ضيفا، وأنا فرحان كلش محاورا، وإلى لقاء آخر.